سمك مشوي بالردة أحلى من الجاهز مليون مرة، هتعملوه بكل سهولة في البيت. في الكبة هنحط الفلفل الرومي الأحمر والفلفل الحراق اختياري، طماطم وجزر وبصل وتوم. هنحط معاهم كزبرة وشبت أخضر وكمان زيت زيتون أو زيت نباتي. البهارات بقى هسيبها لكم كلها في الكابشن، عصير الليمون والملح، ونضرب كويس قوي لحد ما يبقى ناعم علشان التتبيلة بتاعتنا تطلع مستوية. نعموها. جبت السمك البوري ونضفت البطن بتاعته بس ما شلتش القشور من بره، سبت الدهن عشان يخلي اللحم مزبد، وبعد كده حشيته بنص التتبيلة وخليت شوية على جنب. الردة زودت لها الملح والفلفل وبدأت أعفر السمك فيها بالشكل ده، ورصيته في الصينية بتاعتي مرشوشة بالردة كويس. هنحطه في الرف الأول عند الشواية فوق لحد ما ياخد لون حلو كده من الجنب الأول. أخد حوالي 15 أو 17 دقيقة، وقلبته على الوش التاني ورشت له رشة من الردة ورجعته على الفرن تاني وعلى نار عالية. أهم حاجة على الرف الأول علشان يستوي كويس. اوعوا تحطوه في الفرن من تحت، هينزل السوائل اللي فيه وهيلزق في الصينية، كده أحسن بكتير. أول ما خرج غرقته ببقية التتبيلة اللي زودت لها خل وعصير ليمون، وغطيته مع فحمية كده رشتها بالزيت علشان ياخد ريحة الفحم. وشوفوا لي الجمال، مستوي مظبوط خطير. وبس كده.